ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم اليوم ونشرح كيف أتعامل مع الزوج عندما يكون اقترب موعد حضانة البيض أو بعد التزاوج ودخول الزوج إلى العش أو البياضة. كيف أتعامل معهم؟ ما هي الأساليب الأفضل لإنتاج فروخ قابلة للتونيس أكثر وتكون أهدأ وألطف؟ المرحلة الأولى عندما يدخل الزوج إلى البياضة ويستقرون، هذه المرحلة قد تأخذ حوالي 10 أيام لحدود 15 يوما لوضع البيضة الأولى. من الأفضل أن أفتح البياضة يوميا ولو مرة واحدة على الأقل. والسبب الأول، يجب أن أعلم متى وضعت البيضة الأولى حتى أقوم بكتابة التاريخ لأعرف متى سيكون الفقس. والطريقة سهلة جدا، أنقر على البياضة بشكل خفيف وأفتح العش. الزوج أو الزوجين الذكر والأنثى على مرور هذه 10 أيام أو 15 يوما سيكونون قد اعتادوا على هذه الحركة، فتح العش وفقد الزوج، فقد البياضة. نحكي على الأسباب ليش نحن نعمل هيك، ليش نحن نقوم بالضرب باستفقاد العش يوميا. السبب الأول مثل ما ذكرنا أنه لازم أعرف قيمة بعض الزوج. السبب الثاني، عند الفقس طبعا هذه العملية تستمر حتى الفقس وحتى كبور الفراخ. يجب أن أتأكد من الزوج يوميا. الأسباب عند فقس البيض، أولا فتح العش يوميا يساعد على تقبل المربي، تقبل الزوج للمربي. يصير في علاقة بيناتهم انه يعني المربي ليس عدو للطيور، هو اي شيء عابر. ما هي الاسباب؟ عند فقس البيض سأعلم متى فقست أول بيضة، طبعا بعد حضانة 21 يوم. هذا الكلام يكون بعد حضانة البيض ل 21 يوم. في مسألة كثير مهمة، موضوع الفاصل الزمني بين فقس أول بيضة وآخر بيضة. الكواكتيل أو الكروانات بالمجمل تبيض 5 بيوض. الفاصل الزمني بين بيضة والأخرى يوم واحد، أي أنها تبيض يوما وترتاح يوما. فسيكون معي الناتج بين أول فرخ وآخر فرخ 9 أيام، وسوف تكون الأحجام مختلفة جدا. لتفادي هذه الحركة أقوم بوضع بيض غير مخصب ليحمي الفروخ الصغيرة من أن تدهس من أخواتها أو أن لا يراها الأبوين لإطعامها. نرجع نحكي على موضوع ليش أنا بدي أفقد بيض كل يوم. لأنه قد يكون واحد يجب إزالة قشور البيض. قشور البيض هذا الحمد لله رب العالمين فأس اليوم فرخ لاتينو. وهذه القشور قد تؤدي إلى جرح الفرخ. أوكي، هي ناحية. الناحية الأخرى وهي كثير مهمة كمان، قشرة البيضاء
قد تدخل بالبيضة الأخرى وتسدها تماما، وقد تمنع أن يخرج الفرخ الثاني. وهذه المسألة قد حصلت معي أكثر من مرة. نبحث عن البيضة، عن قشرة البيضة، فلا أجدها، فتكون قد التصقت ودخلت بالبيضة الثانية تماما. الكوكتيل أو الكروان لا يرمي القشور خارج العش. أي ناحية. الناحية الثانية، ليش أنا لازم على طول يوميا أتأكد من افتح العش، افتح البياضة يوميا؟ لا سمح الله قد يموت أحد الفراخ، وعند موت أحد الفراخ سيؤدي إلى وجود بكتيريا ووجود قد تدخل الديدان وقد تدخل النمل. الكوكتيل لا يقوم بلا بإخراج قشور البيض ولا يقوم بسحب الفرخ الميت، وهذه المشكلة. فتح البياضة كل يوم من نتائجه الجيدة أنه تصبح الفراخ سهلة هينة للتدريب والتونيس. في موضوع كمان لازم سأتطرق إليه بعجالة. أنا شو بدي أحط بقلب البياضة قبل ما يبيض الجوز؟ أنا بفضل تحط قشور الدخن أو قشور البذور الطعمية للعصافير للكروانات. السبب شو السبب؟ لما بحط النشارة مثلا، القشور هي من نفس الزوج، من نفس ما فيها شيء جديد، ما فيها جراثيم، يعني من نفس، يعني ما فيها مواد ضارة. المسألة الثانية، الطيور معتادة عليها، خاصة موضوع بالباجي. انت بتحط نشارة وتقوم الباجي بيمسكها وبيرميها برات العش، وهذه مشكلة يعاني منها أغلب المربين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير أنتم وطيوركم. اللي بيحب شيء موضوع نحكي فيه إن شاء الله ما نقصر.